السلام عليكم. برغم ان الحكايات ممكن يكون عندها قدرة اكبر على تغيير قناعات الناس، اكبر حتى من الحقائق والارقام والخطب، بس مش اي حكاية ينفع تعمل كده. في 4 حاجات لو اتوفرت في الحكاية او السردية قدرتها على اقناع المستمع باي فكرة هتروح في حتة تانية. رقم 1، الترانسبورتيشن. الحكاية المؤثرة بتنقل المتلقي من العالم اللي هو فيه لعالم تاني، وكل ما كان العالم بتاع الحكاية غريب عليه كل ما كان تأثير الحدوتة عليه اكبر بكتير. وده طبعا بيعتمد على التفاصيل، كل ما كانت الحكاية فيها تفاصيل حسية اكتر كل ما المتلقي بيغرق في العالم بتاعها تماما. رقم 2، الشحنة العاطفية. الحكاية المؤثرة لازم تحرك في المتلقي مشاعر قوية ايا كانت المشاعر دي ايه، خوف، غضب، قلق، حزن، تعاطف. المهم ان المتلقي يطلع من مود التفكير العقلاني لمود التفكير العاطفي. رقم 3، الشخصيات. طبعا كل ما كانت الشخصيات قريبة من المتلقي وقادر يشوف نفسه فيها كل ما كان تأثير تصرفاتها عليه اكبر واكبر. ورقم 4، الصياعة. الحكاية المؤثرة ما ينفعش تخبطك بالفكرة في وشك، لازم تجيبها لك من بعيد من غير ما تاخد بالك. كل ما كانت الرسالة بتاعت الحكاية مستخبية كل ما مقاومة المتلقي للفكرة الجديدة بتكون أقل. وطبعا شهرزاد عرفت تعمل كل ده ولا كأنها مقضية حياتها كلها بتدرس علم نفس واجتماع. لو لسه ما شفتوش حكاية ملك الجان مع التاجر اللي حكيتها شهرزاد لشهريار في أول ليلة متنسوش تتفرجوا عليها. ولو عجبتكم السحلة دي لايك، شير وسحلوا أصحابكم. وللمزيد من السحلات في زرار ما دوس عليه.